مع مراتي بسبب انها مش عاوزه تنزل تساعد امي. خناقات بقى ليل نهار، لدرجه اني بقيت شايل منها وهي شالت مني. يعني ايه متجوز في بيت عيله؟ كلكم عايشين في شقه واحده؟ لا طبعا، كل واحد فينا عايش في شقته. امي عايشه في شقه واخواتي البنات والولاد كذلك، يعني عايشين في عماره واحده، لكن كل واحد ليه شقه خاصه. وانت مشكلتك مع مراتك ان هي مش عايزه تساعد والدتك على حسب كلامك؟ طب خليني اسالك، تساعدها بمعنى ايه؟ يعني احنا عندنا عرف اننا بنقسم شغل البيت عند امي على البيت كله. يعني مره مرات اخويا ومره اختي ومره مراتي، بنفطر سوا وبنتغدى سوا وهكذا. شغل البيت يعني الغسيل والكنس والمسح وكل الحاجات اللي لازم تتعمل في البيت ده؟ اه. وانت بتقول ان اغلب الوقت بتقضيه عند والدتك. طب بنت الناس اللي هي مراتك يعني كانت عارفه ان شكل الحياه هيكون بالطريقه دي؟ ده عرف عندنا، واعتقد ان ده طبيعي يعني. لا، ده مش طبيعي. الطبيعي ان الحياه الزوجيه يكون فيها خصوصيه، حياه بين راجل وست في بيتهم. بص يا سيدي، انا عارفه ان الموضوع ده حساس جدا، لان زي ما انت قلت عرف، وفي بيوت عايشه سنين على هذا الوضع، وكلامي ممكن يهز قناعات ناس وممكن يسبب ازمه، ولكن انا هتكلم على حالتك تحديدا بما انك سالت. الحياه الزوجيه مبنيه على المصارحه من البدايه، لان مش اي ست عندها الاوبشن ده، مش اي ست عايزه تتحمل الحياه دي. فخليني اكلم اي راجل واي ست بيسمعوني دلوقتي، قبل ما تتجوز لازم تعرف الست اللي انت اخترتها وضعها هيكون عامل ازاي. قول لها من البدايه انها هتساعد والدتك، وان شغل البيت هيتقسم عليكم. عرفها ادق التفاصيل في شكل الحياه الجديده الزوجيه اللي هي داخله عليها. وهي كمان ما تفرحيش ان هو شغال في الخليج، ولا تنبهري بانه هيقبض باليورو ولا بالدولار ولا حتى بالين الياباني. كل ده مش مهم، اهم حاجه شوفي نفسك قد المسؤوليه دي ولا لا، هتقدري تواظبي على الوضع ده ولا لا، وهتقدري تتنازلي عن جزء كبير من خصوصيتك مع جوزك ولا لا، عشان ما تجيش بعد كده وتعيطي وتقولي انا مش قادره. طب ما هو كلام حضرتك يا دكتور ممكن يخوفها، وبعدين فيها ايه لما تخدم ست كبيره زي امها؟ هو مش امك ثم امك ثم امك؟ امك ثم امك ثم امك. امك انت اللي هتحاسب عليها مش هي. هي عندها ام تانية هتتحاسب على برها. انت متجوز واحده ست مش خدامه. بنت الناس اللي انت اخترتها دي المفروض يكون ليها بيت وحياه خاصه. المفروض انها اختارتك انت وبس بدون شريك تاني. يعني معنى كلام حضرتك انها ما تساعدش امي؟ لا طبعا، بنت الاصول تساعد وتدي عينيها لوالدتك تطوعا وحبا مش اجبار. تساعدها بحب على قد ما تقدر، علشان تلاقي في المقابل حب وود مش اهانه وقله قيمه. انا في ستات بتجيلي مضروبه ومتهانه عشان ما نزلتش تخدم حماتها في وقت الاجازه اللي ربنا مديها لها. انت فاهم يا مؤمن؟ ربنا مدي اجازه للست من الصلاه والصوم والعبادات، وجوزها مش عايز حتى يرحمها في الفتره دي. انت متخيل؟ بص يا استاذ، انا مدركه وفاهمه كويس قوي ان في محافظات وقرى مبنيه على العرف، لكن العرف لو مش مبني على الدين وعلى الاحسان في المعامله يبقى عرف فاسد. العرف اللي ما يحترمش علاقه قويه زي علاقه الجواز يبقى عرف محتاج مراجعه. مراتك هتتحاسب عليها قدام ربنا. وكمان عايزه اكلم كلمه صغيره للحموات.